حبايبي حلوين، يا رب تكونوا بهنا وخير وصحة وسعادة. جيت لكم النهاردة روتين العودة للنشاط كده والطاقة الإيجابية. هنعمل مع بعض تنظيفات الشقة بالكامل إن شاء الله، بسبب الشتاء وبسبب ان احنا خلاص يعني داخل علينا الشتاء، فلازم نستقبل كده الفصل الشتوي بكل نشاط وطاقة إيجابية. طبعا كان عندي الريسبشن والصالة كانت متبهدلة جدا، مش قادرة اقول لكم كانت متبهدلة ازاي يعني، بس الكاميرا حايشة عنكم كتير قوي. ده هو في الحقيقة كان في كمية فتافيت بقى في الارض ورز وإيش خيار وطماطم متقطعة ومرمية، يعني بجد انتوا مرحومين. بسبب الكاميرا مش باينة حاجات كتيرة جدا. بس طبعا اول حاجة ابتديت ان انا اعملها يعني في التنظيفات، ان انا هقلع كل المخادد او الشلت بتاعتها. هفكها طبعا من الشلت بتاعتها، وهبتدي ان انا اغسلها. طبعا كانت عندي برضو متبهدلة، اللي هو لونهم زيتي، ما كانوش متبهدلين زي اللي لونهم كافيه. طبعا علشان خاطر بيبان فيهم ان هما مش نضاف، علشان خاطر لونهم ابيض، فاهمين، او لونهم كافيه، فبيبان فيهم اي حاجة، اي تراب، اي تصفيرة بسيطة او اي حاجة، فبتبان في الابيضات اكتر. بس شلت طبعا برضو كل البياضات بتاعة الانتريه، وقلت برضو هغسلهم غسلة نظيفة. وبعد كده يعني انا التنظيفات دي هعملها على مراحل، مش كلهم طبعا في يوم واحد. زي ما انا قلتلك، ما تهديش نفسك مرة واحدة، علشان خاطر مش هتقدري تكملي الحاجة، ومش هتقدري تعملي بقية حاجة تانية. انتوا فاهمين؟ يعني كل ما انتي تعملي على مراحل، كل ما جسمك انتي اللي هو ايه مش هيتعب، وفي نفس الوقت هتقدري ان انتي تكملي. بس فطبعا زي ما انتوا شايفين كده انا بشيل كل المخادد، وهبتدي ان انا افكها يعني، واشيلها اركنها على جنب كده. وما بغسلش بصراحة اللي هم الفرو، ما بغسلهوش كتير يا بنات، بحيث ان انا لما غسلت المخدة الفرو اللي هي مستطيلة، الفرو بتاعها الشعر يعني بيمسك في بعضه، ومهما ان انا اسرحه مش بيبقى لذيذ خالص. فعرفت يعني بعد كده ان الشعر بيلزق في بعضه بسبب كتر الغسيل بتاعه، فاهمين؟ فانا بغسلها يعني بصراحة ممكن كل سنة مرتين، مش اكتر من كده. يعني مرة اللي هي بتاعت الشتا دي، ومرة اللي هي في العيد، وهي اصلا مش متبهدلة البهدلة اللي هي مثلا كل شوية ان انا اغسلها. زي ما انتوا عارفين ان انا سيليا عندي ان هي صغنونة ولسه بتزحف، فما بتمسكش الحاجات اللي هي الطويلة بالنسبة لها، يعني بتخرف في الحاجة، فاهمين؟ فربنا يحفظهم لنا كلنا يا رب. كان عندي بقى شوية غسيل كنت برضو ركناهم. كنت بصراحة مكسلة قوي يا بنات، بس الحمد لله اتشجعت واستعدت من الشيطان كده، علشان هو الشيطان هو اللي بيعمل فينا ده كله. ف طبقتهم. وبعد كده كان عندي الغسيل طبعا زي ما انتوا عارفين، فحبيت ان انا اغسله قبل ما انا اعمل اي حاجة، علشان خاطر الغسالة عندي بتقعد فترة طويلة، يعني بتقعد مثلا ساعة وتلت، فاستفاد ان انا اخلص الغسيل علشان يتنشر، وابدا ان انا برضو اعمل الشقة، والغسالة كده كده شغالة يعني. بس فظبطت طبعا الغسالة وحطت لها المسحوق بتاعها، وسبتها تغسل براحتها. وبعد ما هي غسلت خدتهم ونشرتهم، بس مش اكتر من كده يعني. كانت برضو عندي المكتبة مبهدلة قوي، وزي ما انتوا عارفين هي بتلم تراب بطريقة مش طبيعية، علشان خاطر هي لونها بني، فأي حاجة سمرة، سواء بقى بني اسود رصاصي، الكلام ده كله بتشوفي فيه التراب يعني على طول، غير لما تكون حاجة كافيه، حاجة بيضة مش باينة التراب فيها قوي، فاهمين؟
بس فطبعا ايه حبيت ان انا المعها كده، يعني انا بقول لكم كل يومين كل 3 بالكتير قوي بمسك المكتبة المعها. بس فبرضو ما بيبانش عليها نظافة خالص بسبب ان هي لونها غامق. بس عادي يعني فوطة كده وتحطي فيها ملمع خشب، او عندك مثلا ملمع ارضيات برضو يا بنات. انا عادي بحط بختين كده من ملمع الارضيات وبمسح بيها الخشب كله، علشان هو خشب طبيعي، مش ان هو مدهون حاجة، ده هو خشب خشب و محروق كده، فبيدي اللون البني ده، لكن هو مش مطلي حاجة، فاهمين؟ فمش هيتأثر بأي حاجة أنا بحطها مثلا عليه، مش هيتأثر زي ما هيتأثر مثلا في حاجة انت دهناها، هتفك من بعضها، هتبقى الشكل مش حلو، هيتقشر، فاهمين؟ ده علشان خاطر خشب طبيعي طبيعي، هو يدوبك بس محروق فمدي اللون اللي هو البني ده، فمش هيحصل له اي حاجه. طبعا كان عندي برضو الشاشه متطربه قوي وبقالها حبه كده حلوين ما اتعملتش، فحبيت ان انا امسحها كده مسحه كويسه من قدام طبعا لمعتها، وكمان من ورا كان فيها تراب فبرضو نفضتها ولمعتها. زي ما انا بقول لكم يا بنات، انا بحب جدا وبستريح نفسيا وانا برتب والقرآن شغال، بحس بطاقة ايجابية، بحس ان انا متشجعة اكتر، بحس ان انا فرحانة جدا وانا بعمل الحاجة اللي في البيت، وبيبارك البيت كله كده. غير طبعا المعتاد ان انا شغل اغاني وان انا مش عارف ايه، ما بستريحش خالص للموضوع ده، بحس ان انا مخنوقة جدا وبحس ان انا مش عايزة اكمل الحاجة. فالحمد لله، يعني الحمد لله ان انا بحب الفكرة بتاعت ان انا اشغل القرآن وانا شغالة دي، فالحمد لله، وربنا يديمها علينا نعمة يا رب، ونفضل كده في الثبات على طول. فبس كده طبعا لميت كل الستاير بتاعتي وركنتها على جنب، وبعد كده شلت الحافظة اللي في الريسبشن، وبعد كده جبت فوطة وملمع ازاز ولمعت الترابيزة عندي كلها، كانت برضو متبهدلة جدا جدا جدا. والله يا بنات انتوا مش شايفين اي حاجة في الكاميرا، لكن هي كانت بشعة بجد. يعني ما شاء الله سيليا بقى بتيجي تقعد كده وبتشد المفرش وليها مزاج ان هي تفضل واقفة على الازاز، فاهمين؟ يعني بتفضل ماسكه في الازاز كده وتفضل تخبط بايديها، فطبعا اي حاجه هي ماسكاها في ايديها بتعمل تلبك، فاهمين اللي هو ايه؟ يعني مثلا ممكن تبقى ماسكه خيارايه في ايديها مش نظيفه، فتفضل تخبط عليها فتعمل الشكل البشع اللي بيحصل ده. بس فربنا يخليها لي يا رب ويحفظها لي، ويخلي لكم اولادكم يا رب ويحفظهم يا رب، ويبارك لكم فيهم، واللي لسه ربنا ما رزقهوش ربنا يكرمكم ويرزق كل مشتاق يا رب بالذريه الصالحه. طبعا هنا دلقت ميه بقى حبه حلوين كده، وانا زي ما انا بقول لكم انا بحب ادلق ميه وبعد كده المها كلها، فدلقت ميه وبعد كده لميتها كلها بحته يعني عندي، وبعد كده فرشت الحافظات، وشغلت كده بقى الاضاءه دي، انا بحبها جدا قوي يا بنات، بحس ان انا بصوا مستريحه نفسيا وانا مشغله الاضاءه كده عندي. طبعا الروتين ده كان بالليل، كنت عاملاه بعد الفجر، ف كنت حابه بصراحه ان انا اعمله بالليل كده علشان خاطر استمتع بالجو ده واقفل كده الانوار وافضل قاعده. وكان عندي سيليا كانت يعني نامت بس كده، فكنت خلصت الريسبشن والصاله. كان عندي بقى ميعاد الغدا، يعني هو ميعاد الغدا ده في نفس اليوم، بس انا صورته يعني قبل ما انا ابدا في الروتين، فاهمين حاجه؟ يعني انا صورت الغدا وكل حاجه وبعد كده عملت الروتين بالليل. فكان عندي يعني بانيه، فحبيت ان انا اعمل شويه بطاطس وكمان مكرونه تحمير. انا بقيت بميل اكتر المكرونه التحمير اكتر من المصلصه، مش عارفه بصراحه. يعني انا اصلا في وقت ما انا كنت حامل
كنت بقرف قوي من الصلصة بطريقة مش طبيعية. فبعد الولادة حسيت برضو ان انا المكرونة ام صلصة دي مش حباها، معرفش، بقيت باكلها بس مش حباها. فطبعا كان عندي البانيه كنت متبلاه، كنت حطاله بيض، وكنت حطاله فلفل اسود وكمون وسبع بهارات وشوية بصل بودر وتوم بودر، وكنت مقطعة طماطم، وكنت مقطعة بصل عليها، وبس كده. هو ده اللي انا كنت عاملاه، ومتبله البانيه بكده. بس عملت طبعا شطة جنبيها، وزي ما انتوا شايفين كده كان الغدا بتاعنا. فيبقى الفلوج بتاعي او الروتين بتاعي خلص. اشوفكم في روتينات تانية جديدة ووصفات حلوة زيكم، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.